الأستاذ مصطفى النيري قضية اعتقال سعيد الناصري. أنا لا أعرف ولا سعيد الناصري وذاك الشيء في النادي الشرقي. المهم هذه ظواهر أخلاقية وسياسية وانتهازية تمر يوميا على في صباح الصباح مثلا منذ 30 سنة أو بعد صدور سنوات قليلة، هي والمساء والأنباء كل صباح يمطروننا بوابل من أخبار من هذا القبيل: النصب، الاحتيال، التزوير، تبييض الأموال، برور الاختلاسات، التزوير وأقطاب هذه الأفعال. والجناح من علية القوم يفترض فيهم أن يكونوا في المقدمة يقولوا حاميها حراميها. هذا رجع إلى النظام في حد ذاته. C'est une tare structuraux systémique. نرجع للتاريخ. أما أفلاطون كان يرى أجدر وأجدى الأنظمة السياسية في جمهوريته هو النظام الأرستقراطي الذي يحتمل أن ينتسب إليه الناس من عية القوم والفضلاء ذوي المال وذوي الأريحية والعلم، بحيث لا يشك في أمانتهم السياسية. ثم يناقض الأرستقراطية النظام الطغياني الذي تسيطر عليه الطغمة من رجال الجيش أو من بليزوكراسي. هنالك الأرستقراطية، هنالك الطغيان أو التوتاليتاريزم، نظام ديكتاتوري مستبد، ولا يفضل عليهما الديمقراطية. لأن الديمقراطية في نظري تشيع المجال للعب السياسي وللانتهازين ولكل برنامجه الخاص. فكان أفلاطون صاحب الجمهورية يثير نظاما أرستقراطيا، سيستم أرستقراطي الذي يحتمل أن يحتوي بين صفوفه رجال الأخلاق والفضيلة والعلم والمال. نحن في الدول المتخلفة لنا ركام من هذه الأنظمة لا هوية لها، طبعها النهائي المشترك هو النهب. الأحزاب تنتهب دي بوتيك، الأحزاب النقابات تنهب، الجمعيات الخيرية كل دي مسؤولية بيروقراطية أو سياسية أو نقابية أو حزبية يتولى أمر نفسه. وسميت وويل لأمة تنهب خيراتها نخبتها. ونخبة بكعلم أنا أستمع منذ أيام إلى تدخلات رجال ونساء البرلمان المنتخبين يمثل الأمة بئس التمثيل، منتهى الإسفاف ولا احترام لقوانين اللغة العربية وسميت ونطق بها بليد. فأتساءل مع نفسي كيف لهؤلاء الرجال والنسوة أنصار يمثلون أمة، يمثلون شعب أمي على ذيك حاميها حراميها. كيقولوا الفقيه نتسناو بركته دخل الجامع. بلغتو اليوم في الجريدة أحد الأنبال من الفقهاء ومن كثير يستغلوا الصبيان والصبيات لوطئهن ووطئهم، وشيء عادي. هذا فقيه، فما بالك الإنسان الذي ليس له حصانة لا خلقية ولا مانع ثقافية ولا تعليم ولا حتى سند مادي؟ ماذا تنتظر حينما يجمع هؤلاء اللصوص الكبار علاوة على ما يتمتعون به من محظيات، وفيهم الذي ينك المعاقين والمعاقات، مع أنه له أبناء ولو أحفاد ولو زوجات ولو محظيات ويعيشوا في الفيلات، ومع ذلك بقى يقدر يقلب على شي معتوها شي قنية كونسيها. منتهى البؤس والله العظيم. لا شيء سخيف. أنا لا أتدخل في أحكام القضاء، إنما هذه القضية بنيوية سيستميك ستركتورو سيستميك ترجع إلى المناخ العام للنظام. وأنا شخصيا لا أفضل الأنظمة الدكتاتورية على أي نحو ولكن لابد من التفاعل هذه بين الأرستقراطي والطغياني والديمقراطي، وهو السمات الغالبة على الشعوب المتخلفة التي تجمع بين القبلية والإثنية واللسانية، ملفوفة في أغراض انتهازية. مدار العمل السياسي في المغرب حول كيف تكسب المال أقرب وجه نظرا للظروف العالمية
الاقتصادية المنهكة للجميع، تحطم المعنويات، الكل يفوز صوف كيباه. هذا قلتها في الثمانينات، صوف كل واحد يفر بجلده، ولكن الذي ليس إلا جلده واحد مليار. وهذا في منتهى، هذه قضية يجب أن تعالج على صعيد الدستور والنظام السياسي في حد ذاته. وإلا نستمر منذ عشرات السنين الجرائد يوميا تطالعون بأخبار النهب والارتزاق والتزوير والتدليس والغش وتبييض الأموال يوميا يوميا يوميا، شيء مقرف. وهذا راجع إلى الهوية السياسية والإيديولوجية للمعطى السوسيو الثقافي العام في المغرب.